ليه أصعب ننزل غواصة لقاع البحر أكتر من إننا نطلع مركبة للفضاء؟ ونيا إنجينيريا دي تلاتة. عمرك سألت نفسك ليه عدد الناس اللي زاروا قاع خندق ماريانا اللي هو أعمق نقطة في المحيط أقل من عدد اللي راحوا الفضاء؟ في حين إن أكتر من 600 إنسان داروا حوالين الأرض، بس 3 بس هم اللي نزلوا العمق 11,000 متر في المحيط. يبدو الموضوع متناقض، مع إن الفضاء بيتشاف كآخر حدود والمحيط موجود هنا على كوكبنا. بس الحقيقة إن قاع البحر مخبي كارثة، تحدي قاسي جدا وغالبا بيتقلل من قيمته. الضغط، في حين إن المركبات الفضائية بتتعامل مع الفراغ، الغواصات بتواجه قوة قادرة تسحق الحديد كأنه ورق. يلا نغوص في الموضوع ده ونكتشف ليه السيطرة على أعماق المحيط ممكن تكون أعقد من الوصول لمدار الأرض. أولاً، إيه اللي بيخلي ضغط المية تحت البحر مرعب كده؟ عشان نفهم الفرق لازم نقارن بين البيئتين. في الفضاء الضغط الجوي جوه المركبة الفضائية تقريبا بيساوي جو واحد زي اللي على سطح الأرض، في حين إن الفراغ الخارجي مفهوش أي ضغط خالص. يعني الهيكل لازم يتحمل الضغط الداخلي زي البالون المنفوخ. الضغط اللي الهيكل محتاج يتحمله هو الضغط من جوه المركبة لبره، وده تقريبا جو واحد بس. أما في أعماق البحر الضغط الخارجي بيكون ساحق. كل 10 متر عمق المية بتزود 1 جو من الضغط. في خندق ماريانا اللي عمقه 11 كيلو متر الضغط بيوصل ل 1100 جو. عشان يتحمل ده الغواصة لازم تتبني كأنها دبابة مصفحة، في حين إن المركبة الفضائية بتشتغل أكتر زي إزازة بلاستيك مقفولة. بس لو الضغط عالي كده إزاي الغواصات مش بتتسحب؟ عشان يقاوموا الضغط الشديد الغواصات بتستخدم سرين، الشكل الكروي واستخدام مواد استثنائية. الشكل الكروي هو الهندسة اللي بتوزع القوة بشكل متساوي أحسن حاجة، وكمان بيستخدموا التيتانيوم أو الفولاذ عالي السبيكة اللي بيتعالج حراريا. الغواصة ليميتنج فاكتور اللي وصلت لخندق ماريانا سنة 2020 عندها هيكل كروي من التيتانيوم سمكه 90 ملم أو 9 سنتيمتر علشان يحمي شخصين بس. وبرضه لو في مسمار واحد راكب غلط أو لحام مش مظبوط ده ممكن يسبب انفجار داخلي فوري. أما المركبة الفضائية زي كبسولة كرو دراجون من سبيس إكس فهي بتستخدم الألومنيوم اللي هو خفيف وقابل للتشكيل وسمكه بس 2 ملم ومعززة بمواد مركبة من الكربون. وظيفتها إنها تحافظ على جو داخلي مش إنها تقاوم القوى الخارجية. بس قبل ما نكمل تعالوا ندخل شوية حسابات ونفهم الرياضيات اللي ورا الموضوع. الضغط الهيدروستاتيكي P في سائل بيتحسب بالمعادلة اللي على الشاشة، حيث رو هي كثافة المية ودي بتساوي 1000 كيلو لكل متر مكعب. G هي الجاذبية ودي بتساوي 9.8 متر لكل تانية تربيع، و H هي العمق. وبالنسبة لخندق ماريانا عنا 11,000 متر، ولما نحسب ده بيطلع 107 مليون و800 ألف باسكال أو 107.8 ميجا باسكال. في قاع البحر الضغط كافي إنه يسحق كتلة خرسانة ويحوله لمسحوق. أما في الفضاء فرق الضغط بيكون بس 0.5 ميجا باسكال. ده معناه إنه من حيث الحجم الضغط تحت المية أكبر ب1000 مرة من اللي بتواجهه مركبة فضاء، وللدقة أكتر أكبر ب1078 مرة. لو مركبة فضاء حصل فيها تسريب الهواء اللي جواها بيهرب للفراغ في عملية بطيئة نسبياً. أما الغواصة اللي في قاع البحر بتتعرض لانفجار داخلي، والمية اللي مش بتضغط بتدخل من أي شق بسرعة رهيبة جدا. في سنة 1963 الغواصة النووية USS ثراشر انفجرت داخليا على عمق 2400 متر تحت البحر. الضغط ده سحق جسم الغواصة في 0.1 ثانية بس وخلاها كومة معدن بحجم تلاجة. مثال تاني كان الغواصة تايتان سنة 2023 اللي كانت بتزور حطام التايتانيك وانفجرت داخليا على عمق حوالي 3350 متر، وبحسب التحليلات اللي اتعملت يعني ضغط حوالي 32.8 ميجا باسكال. والمواد ليه ما بنستخدمش التيتانيوم في المركبات الفضائية؟ الموضوع ان في الفضاء كل جرام بيفرق. استخدام التيتانيوم اللي هو اقوى بس شوية اتقل هيخلي الاطلاق مستحيل،
عشان كده السفن الفضائية بتركز على المواد الخفيفة زي الألومنيوم، مركبات الكربون والسيراميك الحراري. أما الغواصات اللي بتنزل أعماق البحر بتضحي بالوزن عشان القوة. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى أكتر على المنصة، وكمان اسمك يتذكر في فيديوهاتنا. ولو مهتم تعرف الكورسات اللي بنرشحها امسح الكيو ار كود اللي جنبك او ادخل على اللينك في وصف الفيديو عشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك في مجالات مختلفة هتفيدك في شغلك بشكل خاص. طيب كنت تعرف قد ايه ضغط المية بيكون في قاع البحر؟ كان نفسك تنزل تحت هناك في غواصة؟ سيب لي تعليق وقول لي رأيك، انا عايز اعرف. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا كل اللي عليك تعمله هو تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان ممكن تفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.